تمام. ربط المعلومة النظرية بالواقع دي مهارة بتيجي بالتدريب وبالخبرة وبالسنين وكده. طيب ازاي انمي المهارة دي عندي؟ رقم واحد، اي معلومة هتقابلك او اي بوست حتى على الفيس هيقابلك فيه معلومة، هتسأل نفسك 3 أسئلة. فرضا الحاجة دي كانت عضلة، كانت عصب، كانت مفصل، كانت أي حاجة، الحاجة دي وظيفتها إيه؟ واحد. رقم اتنين، الحاجة دي لو حصل فيها مشكلة بتبان إزاي على المريض؟ رقم تلاتة، أنت كدكتور أو كبراكتيكال هتتعامل إزاي؟ هتبني خطة على أساس إيه؟ عرفت تجاوب 3 أسئلة الحمد لله كان بها. ما عرفتش تجاوب ولا سؤال منهم مش مشكلة، ده الطبيعي إنك ما تجاوبش الأسئلة. طيب أعمل إيه بعد كده؟ أبدأ أدور. يعني أنا عرفت أجاوب السؤال الأولاني بس ما عرفتش التاني، أبدأ أسأل بقى دكاترة في السكاشن، دكاترة في المحاضرات، أبدأ أسأل جوجل، أسأل اي اي، أسأل ريسيرشات على النت، أشوف حاجات على الفيس. عرفت التانية أدخل على التالتة وهكذا كده. أنا أي معلومة نظرية ببدأ أربطها بالواقع، دي حاجة. الحاجة التانية، اختار الوقت المناسب. يعني حتى وأنت بتذاكر مادة مش كل معلومة لازم تربطها بالواقع، في أوقات بتكون الدنيا مضغوطة وكده فركز في المعلومة. رقم ثلاثة، علم ساينتفك ريسيرش، هيساعدك جدا إنك تربط النظري بالعملي. استنونا في فيديو جديد إن شاء الله من Q&A. سبحانكم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.